نقرأ هنا كمان. بسم الله والحمد لله على نعمه علينا، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أنا شابة من سوريا، وددت أن أعرض لكم مشكلتي التي عجزت. مش عارف كيف اجتمعوا كل الأسئلة مع بعض. أنا أقرأ معاكم، يعني أنا كيف الرسائل بنقلها عندي على الخاص من المشرفين والمشرفات، وأجيبها على المباشر هكذا. فأنا أقرأها معكم، يعني مش ما مررت عليها في الماضي. طيب، أنا شابة من سوريا، وددت أن أعرض لكم مشكلتي التي عجزت في إيجاد حل لها. لي قريب يعاني من سحر منذ سنوات، بل منذ الصغر، من ناس لا تعرف قلوبهم الرحمة. سحر دمر حياتي وسرق البسمة من وجهه. سحر حمله هموما أكبر من عمره، وجعله يعيش في ألم وخوف وضيق وحرمان من حقوق أو واجبات الله له، يفترض أن يعيشها بين عائلة منها الأمن والحب. سحره سحرا دمر حياته. أما تقسو عليه قسوته، تحمل الكره الشديد للطفل لا يعلم عن الحياة شيئا. قسوة تحمل الرغبة الدائمة في تعذيبه وإذلاله. قسوة جعلتها تعامله معاملة الحيوان، أجلكم الله، تتركه طوال النهار يخدمها ويخدم أبنائها الذين هم أخوته، وكأنه عبد عندهم وليس فردا من العائلة. ثم إذا جاء الليل أرغمته على السهر حتى اليوم التالي. لا تترك أسلوبا من أساليب التعذيب أو إلا وتمارس عليه. حاولنا مرارا مساعدة الطفل، لكن لم نستطع من شدة سيطرتها عليه وخوفه الشديد منها. ورغم كل المحاولات لإنقاذه، لكنها باءت بالفشل. لذلك لجأت لقراءة سورة البقرة بنية الشفاء له ولأمه ولي سنة تقريبا، لكن لم أجد نتيجة. فقررت بداية من اليوم أن ألزم الاستغفار، وكل يقين بأن الله سيستجيب ويبطل أسحارهم. سؤال بحاجة للرد من الشيخ حجازي. طيب، هذا السؤال، هذا الولد قديش عمره؟ هو يعني بسن التكليف ولا بعده؟ الاستغفار هو رحمة الله. الاستغفار لا يعذب الله مستغفر، الله لا يعذب مستغفر. فهذا الذي يحدث هنا هو تسلط هذه المرأة. يعني الله يكفينا شر هذه إشكالات. نعم، ولكن لو قستها هذه المرأة على مرض مستعصي، مرض مستعصي، ممكن يصيب طفل كمان والعياذ بالله سرطان، ويبكي ليل نهار، والأطباء يعني عجزوا. وهذا نفس الحال هنا، امرأة متسلطة وهناك السرطان، عافانا وعافاكم الله، متسلط، أو مرض مزمن يعني يفتك في هذا الطفل. إذا المشكلة وين؟ المشكلة تبقى حكمة الله في هذا الأمر. طيب، كيف نحل هذه المشكلة من هذا التسلط للمرأة؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله لربما هذه الأم يريد الله، يعني لأنه ما فيهاش خير، لربما ما فيهاش خير، يريد أن يعني يوم تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يصنعون. الله يريد الشهادة على هذه المرأة ماذا تفعل بأولادها بابنها، عشان يأخذها أخذ عزيز مقتدر. وهذا الولد الذي يعذب هو المحرك، والمحرك لباقي البيت إنه يأن. كيف غزة؟ احنا من بعيد بنتفرج ونأن، لكن ليس باليد حيلة. فما هو الحل؟ الحل هو إنه إحنا نتوب إلى الله توبة صدوقة، ثم ندعو لهم، ثم ندعو لهذا الولد أن ينجيه الله من بطشة هذه المتجبرة. والحل كما قلت لك كما حال غزة. الإخوة الكثار كثيرين حولهم، لكن لا يستطيعوا أن يمدوا يد العون. مكبلين بذنوبنا، احنا مكبلين طبعا، احنا مكبلين بذنوبنا، مش مكبلين بأي شيء آخر. كبلتنا ذنوبنا وعواطفنا كلها كذب بكذب.
نجد أنفسنا متخاصمين في البيت الواحد لكننا متعاطفين معهم وهكذا. ديروا بالكم، كل واحد يصلح حاله، كل واحد منكم يصلح حاله. وأنت يا أختي استمري بالاستغفار، شغلي سورة البقرة داخل البيت، عسى الله أن يطرد شيطان أمك. رش البيت في الماء المرقي دون أن تدري، ولا تقول لها أنا أفعل كذا وكذا، ولا تأمرها بشيء، ولا تقولي لأمك أي شيء. خليك أنت مستغفرة تائبة إلى الله، شغلي سورة البقرة قدر المستطاع في البيت. وإذا كنت تقرأي سورة البقرة فاستمري. ونعم إن شاء الله سيغير الله الحال. نعم إن شاء الله سيغير الحال. يعني احنا نزلنا قصة لرجل متسلط على زوجته، يعني كان من ألأم ما يمكن، حتى انه هذا الرجل سلط اولاده معه على امهم. لكن عندما يعني حافظة تحفظ قرآن وكذا واذكار وصلاة على النبي وقيام ليل، لكنها ما كانت تترك الذنوب. فعندما تابت ولزمت الاستغفار، الله جل جلاله شل هذا الرجل، فبدأ بعينيه ينظر إليها، يعني الرحمة كان يتفنن في أذيتها، فالآن بدأ يعني وكأنه بعينيه يعني يطلب الرحمة، لأنه انشل. وإذا بعد مدة يأخذ الله أخذ عزيز مقتدر. هكذا احنا بنتوب إلى الله. وإذا هذا الولد في سن التكليف قولي له استغفر، قولي له توب إلى الله، قولي له اعمل كذا وكذا، يتقرب إلى الله. إذا كان يعني في سن التكليف بيقدر يستطيع أن يصلي فعليه أن يصلي، لكنه إذا كان لا يريد أن يصلي وأمه سلط عليه فليعلم إنه تحت العقاب، لا يرفع بلاء حتى، يعني بلاء عقاب المقصود، لا ينزل بلاء يعني عقاب إلا بالذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، نتوب. وإن شاء الله بيغير الحال، إن شاء الله بيغير الحال مع الدعاء، مع الصلاة في جوف الليل. نعم سؤال، ممكن نعمل صدقات ونسأل الله في هذه الصدقات أن يغير الحال. الله يهديها لهذه المرأة المتسلطة على أبنائها. ما فيش النساء إلا ربما هي ممكن يكون منها إنها مسحورة، أو إنها تتعامل مع السحرة، فتفقدوا البيت إذا فيه داخل البيت فيه أسحار. لربما هي تصرفاتها هي كانت عند سحرة وعملت السحر، فتفقدوا البيت عشان تبطلوا هذه الأسحار ويهدأ البيت إن شاء الله مع تشغيل سورة البقرة. إذا فيه داخل البيت فيه أسحار، لربما هي تصرفاتها هي كانت عند سحرة وعملت السحر، فتفقدوا البيت عشان تبطلوا هذه الأسحار ويهدأ البيت إن شاء الله مع تشغيل سورة البقرة داخل البيت. واستمري يا عمي، استمري بتحصينات أذكار الصباح والمساء والنوم، ورش البيت في الماء المرقي. طيب.